الزملاء الأعزاء مسؤولي الكنترول بالمدارس الإعدادية، السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله من خلال الفيديو ده هنقدم برنامج الكنترول، والبرنامج ده مجاني بالكامل، وممكن أنت تحط الدرجة من درجة التصحيح أو ممكن تحط الدرجة من 80. يعني ممكن نحط مثلا اللغة العربية عندنا بنصحح من 32 وممكن نحط الدرجة من 80، أو ممكن نحطها ب 32 وممكن تعدل النهايات العظمى من داخل البرنامج. يعني أنا مثلا لو فتحت البرنامج بتاعي، دي درجة التصحيح. لو انا اعدل مثلا في درجة التصحيح بفتح البرنامج وبضغط على تمكين المحتوى. تمام، تمكين المحتوى او enable editing اللي هو باللغة الانجليزية. بعدين بيفتح معايا البرنامج، بضغط على البيانات الاساسية وبدخل البيانات الاساسية للمدرسة. طبعا بغير اسم المدرسة واسم الادارة والكلام دوت. مثلا المدرسة هو اكتب اسم المدرسة بتاعتي واسم مدير المدرسة، وبغير السادة اعضاء الكنترول، وبعدين اضغط هنا للحفظ. تمام، وبعدين طبعا التاريخ بيبقى في 1/10/23 ده معموله خلاص، بضغط للحفظ. بلاقي هنا النهايات العظمى، دي النهايات العظمى اللي هي الدرجات اللي انا برصد منها. لو انا عايز مثلا اخلي نهايه العربي هي زي ما هي 32 في التصحيح بسيبها زي ما هي، انما لو انا عايز اغيرها اخليها 80 بغيرها 80، واغير الترم التاني برضو 80. يعني اللغه العربيه امتحان 1 تبقى 80 وامتحان 2 تبقى 80. ونيجي برضو للماده اللي بعديها، مثلا ماده اللغه الاجنبيه هنا معموله من 24. لو انت هترصدها من 24 هي على فكره، يعني انت ممكن ترصد من 24 والدرجه تطلع معاك عادي من 200 في الاخر، او لو انت عايز تسهل على نفسك وترصدها من 80 هتكتب 80 وتحول الدرجه. وانا هحط لك ملف اكسل ممكن تحول فيه الدرجات وتنسخها جوه البرنامج. يعني انا هوضح لك ازاي تنسخ الدرجات، بس كمل معايا الفيديو للنهايه. هتيجي هنا لماده الدراسات، امتحان مثلا ده بنصححه من 16، لو احنا عايزين نخليه من 80 بنخليه من 80 ونخلي برضو الترم التاني من 80. تمام، وتيجي هنا الرياضيات بيبقى الجبر من 24 ممكن نخليه من 40 ونخلي الهندسة من 40. ونيجي برضو في الترم التاني طبعا التقويم زي ما هو 20 زي ما هو بنسيبه، وده خليه 40. طبعا الدور التاني ده بتصحح من 30 خلاص هنسيبه. العلوم خلاص اتعدل السنة دي بقى من 16 و64 ده تمام. وطبعا درجة النشاط زي ما هي، بننزل بس لمادة الدين. لو مادة الدين لو هي مثلا معمولة عندك 32 عايز تخليها بقى 80 هتخلي كل بقى المواد من 80 و20 عشان تريح نفسك، يبقى مفيش غير الحاسب والعلوم. تمام، ده لو انت عايز تعدل الدرجات من 80. وطبعا بتضغط كليك يمين هنا وتقول حفظ وتضغط للحفظ وبيحفظ طبعا البرنامج. وبعدين بنطلع من البرنامج دوت، ممكن نعمل اغلاق من هنا. خلاص احنا دخلنا البيانات الاساسيه للمدرسه، هنحتاج بقى ندخل البيانات الاساسيه للطلاب. بعد ما ادخل البيانات الاساسيه للمدرسه وادخل البيانات الاساسيه للطلاب، لو انا عندي قاعدة بيانات قديمة يعني فيها بيانات طلبة قديمة، قاعدة البيانات الطلبة نفسها موجودة قاعدة قديمة بنفس البرنامج، بضغط هنا على السهمين دول اللي هم اللي هنا دول، بضغط عليهم وبجيب بيانات الطلاب، بضغط على بيانات الطلاب، او ممكن اضغط بيانات الطلاب من هنا مباشرة، او ممكن اضغط F11 من لوحة المفاتيح. كل الامور دي بتوديني لبيانات الطلاب. بضغط على بيانات الطلاب وبعمل مثلا حذف للبيانات ديت، بعمل كنترول واعمل ديليت. بعمل كنترول يعني بضغط كنترول من لوحة المفاتيح وبضغط على مفتاح ديليت من لوحة المفاتيح برضو بيحذف لي كل البيانات. وبروح لبرنامج الكنترول بتاعي اللي هو القديم اللي فيه البيانات بتاعتي. مثلا دي سنة اولى اعدادي عندي اهيت. تمام، سنة اولى اعدادي اهيت مثلا عندي. بفتح البرنامج، اول ما يفتح معايا البرنامج برضو يا اما بضغط على بيانات الطلاب من هنا، يعني بتبقى عاملة كده، اما اضغط عليها من هنا السهمين دول بتفتح معايا، يا اما اضغط على بيانات الطلاب يا اما اضغط F11 من لوحة المفاتيح، وبعدين اما اضغط عليها وبعمل كنترول من لوحة المفاتيح زي ما عملت هناك، بس مش بعمل بقى ديليت، بعمل كنترول تاني. يعني بضغط كنترول بعد الكنترول يعني نسخ، واروح لبرنامج الكنترول دوت واقف على الصف اللي هو اللي فوق دوت اهوت، واضغط عليه كليك يمين واقول لصق. بيجيب لي كل بيانات الطلبة بتاعتي في العمود التاني في البرنامج التاني، وكده ببقى انا خلصت كل بيانات الطلبة بتاعتي. تمام، ده اسهل طريقة ان انا انسخ البيانات من هنا لهنا. تمام، هنشوف بقى ازاي ان احنا نجيب البيانات من موقع الحكومة الالكترونية. لو انت ما عندكش بيانات اساسا هنشوف نجيب البيانات ازاي ونحطها في البرنامج هنا من موقع الحكومة الالكترونية زي ما احنا عملنا. هنمسح البيانات دي تاني كنترول ونعمل ديليت ونعمل حذف. انا ما عنديش بيانات اهي خالص في البرنامج. هنزل من هنا كده خلاص، واقف البرنامج القديم دوت. تمام، يبقى انا دلوقتي ارجع للبرنامج بتاعي اللي هو على سطح المكتب اللي انا فاتحه دوت، اللي هو الدرجة من درجة التصحيح، وانا عدلتها خلاص خليتها من 80. طبعا انت عايز تعدلها من 80 زي ما احنا اتفقنا ماشي، عايز تخليها من 24 براحتك. هتيجي بقى ندخل على استمارة التلميذ. طبعا اللي مسؤول عن دخول عن استمارة التلميذ هو مسؤول الحكومة الالكترونية بالمدرسة، يبقى معاك الايميل بتاعه، يا اما طبعا تدخل انت بالبيانات بتاعته
يا اما تكون انت نفسك المسؤول عن الحكومة الالكترونية بالمدرسة عشان تعرف تحصل على بيانات جميع الطلبة. طبعا بتكتب في البحث بيانات التلميذ، لو انت مش عارف تدخل على الموقع مباشرة يعني بتكتب بيانات التلميذ وبتختار مركز معلومات التربية والتعليم. طبعا في شرح منفصل لازاي ننسخ البيانات من موقع استمارة التلميذ، هسيب لك الرابط في الوصف اسفل الفيديو، فيديو انا عامله ازاي تنسخ البيانات باستخدام جميع طبعا انا مسجل دخول قبل كده، فبضغط تسجيل الدخول، بيفتح معايا المدرسة زي كده، اهي اسم المدرسة وبيفتح معايا المدرسة. بضغط هنا على بحث وتعديل بيانات طالب، وبختار مثلا الصف الاول الاعدادي، وبضغط على بحث. بيفتح معايا جميع الطلبة اللي هم ال 201 طالب، وطبعا ظاهرين هنا في 50 يعني 50 يعني هم تلاقيهم هنا حوالي 6 صفحات. طب انا اعمل ايه عشان اظهرهم مرة واحدة؟ قلنا لما نضغط، طب هنعمل ايه عشان نظهرهم؟ بنقف جوه المربع اللي مكتوب 50 دوت، ونضغط عليه كليك يمين ونختار انسبكت، او ممكن نضغط حرف القيوم ولوحة المفاتيح او نضغط انسبكت. تمام، بيظهر معايا بالشكل دوت. ممكن اكبر النافذة كده، اسحبها كده لاعلى، وبضغط على كلمة اظهار. عندي اي رقم من الارقام ديت اللي هي 10 مثلا او 25 او 50 او 100، بغيره طبعا بعدد الطلبة بتاعتي. يعني مثلا انا عندي 200، ممكن اخليه مثلا 300 اهوت، واخلي الرقم التاني ده برضو ايه، واخلي الرقم التاني ده برضو 300. تمام، واضغط هنا في اي مكان، وبعدين اقفل من علامة الاكس اللي هنا ديت، ولا اضغط هنا عند اظهر برضو، وراح اختار ال100 ال10 او اي رقم تاني، وبعدين اختار ال300 بتوعي. هتلاقي ظهر كله، الطلبة كلها ظهرت في صفحة واحدة. هتلاقي كل الطلبة هنا ظهرت في صفحة ايه، واحدة فقط اهيت، صفحة رقم 1 السابق والتالي، واظهار واحد من 201 ل 201، يعني كل الطلبة هنا في صفحة واحدة. كل اللي انا اعمله ان انا اروح على قائمة فايل اللي هي ملف، واضغط عليها واضغط سيف بيج از، حفظ الصفحة باسم، ومنها هنختار ويب بيج كومبليت، يعني نخلي الصفحة ديت اللي سيف از تايب نخليها ويب بيج ايه كومبليت. يبقى سيف از تايب هنخلي ويب بيج كومبليت، وطبعا هنكتب اسم الملف مثلا سنة اولى، ونحفظ على سطح المكتب، نختار سطح المكتب عشان يبقى مكان سهل علينا، ونضغط حفظ. كده انا خدت البيانات. طيب انا اعمل ايه بقى؟ هروح على الملف اللي انا حفظته على سطح المكتب دوت، واضغط عليه كليك يمين، واقول اوبن ويز، فتح باستخدام، افتح باستخدام مايكروسوفت وورد، اختار برنامج مايكروسوفت وورد اللي هو البرنامج بتاع الاوفيس اللي هو برنامج الوورد. بيجيب لك الرساله ديت اللي خطأت اثناء التحميل، مش مهم الرساله دي خالص، بضغط على اوكي وموافق، وبنزل لتحت شويه كده. كل اللي يهمني من الموضوع دوت ان هو ان انا اخد الرقم القومي واسم التلميذ، يعني دوت الرقم القومي اهوت، وممكن ناخد نجحه من كل الحاله بتاعته برضه عشان نبقى نعدلها. يبقى انا اسم التلميذ والرقم القومي والصف ونظامي، واسحب كده لتحت لحد الاخر. طبعا ال 201 طالب كلهم معايا اهوت، واضغط عليهم كليك يمين واقول ايه، واقول نسخ. اضغط كليك يمين هنا على التحديد دوت، واختار ايه، واختار نسخ، اهي نسخ. وبعدين ممكن احطهم في ملف ايه، احطهم في ملف اكسل. تمام، ممكن احطهم في ملف ايه، في ملف اكسل. نعمل ملف اكسل جديد هنا، كليك يمين ونيو اكسل اهوت، ملف اكسل جديد لسنه اولى. اضغط هنا كليك يمين اهوت، واضغط بيست. تاني واحده دهيت اللي هي مطابقه تنسيق الواجهه ميم. كده جاب لي اسم الطالب. بضغط هنا على العمود كده من فوق بيعدل الصف اهوت، والحاله والكلام دوت. انا عندي بقى هنا في الكنترول الرقم القومي ده مش ظاهر بشكل كويس. اما اضغط على العمود دوت، بحدد العمود واضغط عليه كليك يمين واقول تنسيق الخلايا. تمام، ومن تنسيق الخلايا بختار الرقم، وبخلي المنازل العشريه بخليها 0، المنازل العشريه دي اخليها 0 ماشي. وبعد كده بضغط موافق، بلاقي الرقم القومي ظهر معايا بشكل كويس كده. تمام، كده انا خدت اسم الطالب والرقم القومي، تمام، والصف والكلام دوت. طبعا انا هنا عندي عدد الطلبه دول في 4 فصول، يعني عدد الطلبه دول عددهم مظبوط انهم موجودين في 4 فصول. يعني لو انا مش هرتبهم فصول هنخلي الارقام زي ما هي كده، ونحط ارقام الجلوس لو انت بتحط الطلبه كلها ورا بعضها يعني من غير فصل. تمام، لو هم معمولين فصول يا اما ترتبهم بالفصل، يعني هتكتب هنا مثلا الصف الاول، هتكتب مثلا ده ابراهيم دوت مثلا في فصل اولى اول، وهتنزل كده لحد ما نخلص مثلا اولى اول. تمام، وبعد كده هنخلص اولى تاني، ونشوف الطلبه اللي في اولى تاني المسيحيين ونعمل لهم ايه، نحطهم مع بعض. يا اما ممكن اسهل عليك ان انت ممكن تعمل رقم الجلوس لكل طالب وتكتب قدامهم ارقام الجلوس، وبعد كده تعمل لهم فرز برقم الجلوس. هتبقى اسهل حاجه ان انت مثلا هنبدا لو تبدا بالبنات، اسماء سعد وردان دي مثلا في اولى اول، ورقم جلوسها مثلا بادئ ب100، هتكتب كل الارقام الجلوس مثلا 100 مثلا 101 وهكذا.
يعني كل واحد تعمل له رقم جلوس وبعد كده تعمل لهم فرز برقم الجلوس. بعد ما خدنا البيانات من استمارة التلميذ وجمعناها جوه ملف الاكسل ده، طبعا انا هسيب لك ملف اهوت اسمه تجميع البيانات. الملف ده مهم جدا عشان تنسخ البيانات داخل برنامج الكنترول مباشرة. اول حاجة ان انت بتاخد العمود اللي فيه الاسم، العمود اللي فيه الاسم دوت ننسخ العمود كده اهوت، تمام، ونقول نسخ، ونيجي جوه الملف اللي احنا مجهزينه دهوت ونقول هنا ايه لصق، تمام، ونيجي جوه الملف اللي عند الاسم كده ونقول لصق. يبقى كده احنا نسخنا الاسماء. هنيجي بعد كده الرقم القومي، هناخد الرقم القومي، تمام، الرقم القومي اهوت. هنيجي برضو في العمود بتاع الرقم القومي هناخد ايه، هنقف في اول خلية كده وننسخ لصق. يبقى كده انا طلعت الاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد والرسمي مستجد كل حاجة. لو احنا عملنا ارقام الجلوس، يعني لو انت عملت ارقام الجلوس، انت طبعا الفصل ده سنة اولى، يبقى الصف كله هيبقى 1، هنحطه في الرقم هنا 1 زي ما هو. الفصل طبعا الطلبة دي مثلا ده ابراهيم ده في فصل 3، هتكتب قدامه 3، ده 2، وهكذا. مش مهم الفصل خالص، المهم ان انت تعمل رقم الجلوس، يعني ترتب الطلبة برقم الجلوس عشان تعمل فرز صحيح، تمام. وبعد كده تعمل اللجنة، لو انت عايز اللجان تظهر مثلا اول 20 في لجنة 1 فبتكتب كله كده 1، مثلا اول 20 في لجنة 1 بتكتب كلهم 1 كده، وهكذا، وبلجنة 2 بعديها، وهكذا. والرقم السري طبعا هتعمله زي ما انت عايز. وبكده انت تعتبر خلصت برنامج الكنترول. لو انت عايز مثلا درجات التقويم عندك بتبقى قريبة من بعضيها، مثلا 19 من 20، بكتب هنا 19 في العربي في التقويم في الترم الاول وبسحبها لحد الاخر، تمام. ونيجي مثلا ناخد ايه المادة التانية، مثلا مادة ايه، مادة اللغة الانجليزية اهو، انجليزي تقويمات، واقول لصق 19 اللي انا خدتها. وتيجي مثلا المادة اللي بعديها مادة اللغة الأجنبية، خلاص، مادة الدراسات تقويمات اهي لصق، تمام. وتيجي بعد كده المادة اللي بعديها مادة الرياضيات اهي تقويمات، واقول لصق، تمام. ونيجي المادة اللي بعديها مثلا عمل العلوم، علوم تقويمات اهي، عمل العلوم مثلا من 16، العيال مثلا واخد 14 اهي، تيجي واخدهم كده واعمل لهم لصق اهوت لحد الاخر، تمام. نيجي بعد كده نطلع لفوق كده، المادة اللي بعديها مثلا مادة النشاط، الترم الأول ده كان من 20، خليها مثلا كده 20 كده، يريحك ان انت تكتب الدرجات عشان متكتبش الدرجات جوه درجة درجة. وتيجي مثلا المادة اللي بعديها النشاط اللي هو النشاط التاني، ترم أول، ملناش دعوة بالترم التاني ولا بالدور التاني. طبعا احنا بنملى في النشاط بنملى الترم الأول والترم التاني، وبعدين بننزل تحت كده لحد الآخر، تمام. نيجي للدين في التقويمات، التقويمات بتاع الدين بتبقى 19 مثلا، هي 19 عشان ما نشدش تاني لتحت وننسخ، بنعمل لها نسخ كده، كليك يمين ونسخ، وناخد شوف اللي ناقص، اللي ناقص كده مادة الفنية تقويمات ترم أول هي تعملها لصق، وناقص كده مادة التقويمات اللي هي الحاسب الآلي هي لصق. وتيجي مثلا العمل بتاع الكمبيوتر ده من 16، لو انت عايز تعمله مثلا 14 وتبقى تغير فيه درجات الطلبة التانية اهي عشان ما تغيرش كتير يعني. وتيجي بعد كده عندي مثلا هنا الكمبيوتر ده خلاص امتحان، عندي بعد كده التربية الرياضية، التربية الرياضية دي من 20 اهي، 20 ترم أول و20 ترم تاني. طبعا أنا هحط الترم الأول بس اهي لحد الآخر. تيجي بعد كده ايه البحث ده من 50 اهو، مثلا اعطيت 50 45 زي ما انت عايز كده. بنعمل كنترول وايه تحديد الكل الكمبيوتر، وكنترول وسي يعني نسخ ولصق، واروح للبرنامج الكنترول بتاعي واقف على العمود دوت كده والصف ده، واقف على الصف دوت واضغط كليك يمين واقول لصق. طبعا المشكلة دي ظهرت ليه؟ لان في هنا حاجة اسمها المفتاح الاساسي. مشكلة المفتاح الاساسي ايه؟ المفتاح الاساسي ان طبعا في ارقام جلوس وارقام سرية ان احنا غيرنا فيه فمتشابهة، يعني لازم يبقى رقم الجلوس والرقم السري
يبقى مختلفين، مفيش مثلا رقم سر مكرر او رقم جلوس مكرر. تمام، يبقى احنا كده هنروح نعمل ايه بالنسبه لحكايه المفتاح الاساسي الرساله اللي ظهرت ديت؟ هنروح مثلا عند رقم الجلوس اهوت والرقم السري. طبعا ما ينفعش يبقى فيه رقم سري ورقم جلوس مكرر، يعني ما ينفعش يبقى هو مثلا رقم الجلوس اهو، شايف هنا مثلا في جلوس دور تاني مكتوبه 20، ما ينفعش خالص. لازم يبقى ارقام السريه وارقام جلوس فريده، يعني يبقى رقم فريد. يعني مثلا هنا انا بديت هنا رقم جلوس مثلا 1 لحد الاخر اهو، اقف كده والمثلث يجي العلامة الزائد دي كده باللون الاسود كده، واسحب اضغط كنترول واسحب لتحت لحد الاخر اهي كده، يبقى عندي 201 طالب. هاجي مثلا الرقم السري بتاع الطلبة ديت، مثلا هبدأ من لجنة 1 او من اللجنة ديت مثلا، ده السر اهوت. مثلا نبدأ من هنا 1 اهوت، ابدأ من 1 وابدأ لحد الاخر كده اهو. وقفت عند معلش نعملها تاني، هنقف عند 1 كده ونضغط على مفتاح كنترول ونسحب لتحت لحد الاخر كده. انا وقفت عند 187، يبقى معنى كده ان اول واحد فوق هيبقى 188 اهو، 188. واجي واقف كده واضغط مفتاح كنترول وعلامة الزائد اول ما يقول لون اسود كده اسحب لتحت كده 201 طالب. كده لو نسخت البيانات، انسخ البيانات هي كنترول وايه، كنترول وسي، ورحت على برنامج الكنترول واضغط على السهمين دول واضغط على بيانات الطلاب، او اضغط بيانات الطلاب من هنا واضغط بيانات الطلاب من هنا. هي ما عنديش ولا طالب طبعا، اضغط هنا كده اهوت وبضغط كليك يمين واقول لصق. اعمل كنترول وايه، كنترول وسي، واروح على برنامج الكنترول مرة تانية واضغط هنا او اضغط بيانات الطلاب اهي من هنا واحدد كده كل الطلبة واضغط احذف الطلبة ديت واعمل تاني هي نعم، واعمل لصق كده اتلصقت كده. وبكده اتنسخت بيانات الطلاب اهيت، لان ما عنديش هنا مفتاح اساسي مكرر. يعني كان عندي رقم جلوس اللي هو الدور التاني مكرر، فطبعا ما كانش بينسخ البيانات. يبقى لازم عشان انسخ البيانات هنا طبعا ما ينفعش المفتاح الاساسي اللي هو مفتاح الجلوس ومفتاح الرقم السري. ما ينفعش مثلا ابقى كاتب هنا سر 1 واكتب هنا 1 تحت، او مثلا رقم الجلوس هنا 1 وهنا 1، ما ينفعش. تمام، هنرجع بقى لبرنامج الكنترول بعد ما حفظنا، نحفظ كده ونرجع اغلاق وندخل على برنامج الكنترول. تلاحظ انت لو هنا ضغطت على ادخال بيانات دور اول، ادخال تقويمات ترم اول، هتلاقي كل الدرجات دخلت هنا من غير ما انت تدخلها واحد واحد. تمام، وتلاقي هنا مثلا الاختبارات طبعا جاهزة بالرقم السري. اوكي، وطبعا ادخال تقويمات الترم التاني هتلاقيها فاضية لسه، عشان هي لسه طبعا عايزة تتملى، ما ينفعش نملاها دلوقتي. يبقى هنا كده احنا عملنا تقويمات الترم الاول. انت بس هتعدل في الدرجات لو في درجات مختلفة، هتعلم هنا مثلا وتعدل في درجات اللغة العربية، او ممكن تعلمهم كلهم وتعدل في درجات طالب معين. لو طالب منقطع مثلا بنروح نعمل له صفار كده، نعمل كده 0 0 وهكذا لحد لحد ما نخلص درجات الطالب دوت. طبعا عشان تكتبهم كلهم كده مرة واحدة لازم تبقى معلمهم كلهم، يعني العمود اللي هو متعلم هو اللي بيتغير بس. تمام، ده مش موضوعنا، نطلع بقى من الموضوع ده. بعد كده طبعا في مطبوعات المدرسة دور اول بعد ما تخلص الرصد. طبعا دي كشوف المناداة، لو انت عايز تعمل كشوف المناداة طبعا بتحط كل واحد قدامه اللجنة بتاعته، يعني اول 20 يبقى قدامهم لجنة رقم 1 واللي بعديهم 2 وهكذا. تمام، وبعد كده البرنامج ده فيه حاجات جميلة، يعني بيرتب الدرجات طبعا للمجموع التحريري، يطلع لك الطلبة الاوائل، وطبعا بيطلع شهادات الدرجات للطلبة، وتحليل نتيجة ترم اول اللي بتاخده الادارة، وتحليل مختصر للادارة وهكذا، وفي حاجات كتيرة جدا. تمام، البرنامج ده جميل جدا. وطبعا احنا قلنا ان انت ممكن ترصد الدرجات من 80 وممكن ترصدها عادي من من 24 زي ما انت عايز. يعني هنا ادخال تقويمات ادخال الاختبارات. طبعا الاختبارات هنا معمولة من 80، هنا عملتها 80 80 80 40 40. لو انت عايز تغيرها طبعا بتغيرها عادي، يعني هي افتراضي معمولة من 32، لو انت عايز تغيرها بتغيرها عادي. بالنسبة لدرجات التحرير، الناس اللي عايزة تحول الدرجة من 32 ل 80 او من 24 ل 40 او من 24 ل 80 في الانجليزي، او مثلا من 16 ل 80 في الدراسات، هتعمل ايه؟ انا سايب لك ملف اللي هو ملف محاول الدرجات، هتفتح الملف ده تمام، ده فيه اسماء الطلبة
مثلا بترتبها بالرقم السري عشان انت بترصد بالسري. مثلا انت صححت العربي من 32 هتكتب الدرجات هنا عادي، مثلا هنا تكتب 32 هيجيب لك هو 80 اهو. هتكتب مثلا الطالب ده جايب 30 هيجيب لك الدرجة بتاعته. هيجيب لك مثلا تكتب مثلا الطالب جاب 20 هيجيب لك الطلبة، وتخلص الطلبة كلها. وبعدين هتاخد العمود دوت، يعني العمود دوت كله كده زي ما هو كده اهو، بعد ما تخلص الدرجات كلها اللي فيه. على افتراض ان احنا خلصنا مثلا اخر واحد اهوت، اخر طالب اهوت مثلا جاب 20، يبقى عندي من واحد لحد الاخر اهوت ده طالب. طبعا احنا هنجرب على اللغة العربية بس، وبعدين انت تكمل بعدين. مثلا هنا درجة اللي ايه الرصد من 80، هضغط عليها كليك يمين كده، حددها الاول، واضغط عليها كليك يمين واقول نسخ، واروح جوه الملف اللي هو تجميع البيانات ده بتاعي. تمام، ده ملف تجميع البيانات اهو. واروح في العربي الامتحان واضغط كليك يمين واقول لصق كقيم، يعني اختار تاني واحده، ما اختارش الاولى عشان ما تبقاش داله مش هتظهر معايا. اختار تاني واحده اللي فيها ارقام، اللي فيها 1 2 3 ديت. يا اما برنامج الكنترول نفسه تضغط هنا على الصفحه الرئيسيه ونختار بيانات الطلاب، اهي بيانات الطلاب. تمام، وفي الخانه بتاع العربي هنا في العمود بتاع العربي نفسه كده، بعد ما تخلص ادي عربي امتحان، هتقف على العمود كده تضغط كليك يمين وتقول لصق. تمام، هيجيب لك الدرجات برضو من 80. تمام، يا اما تعملها بالحركه دي يا اما بالحركه دي، طبعا تخلص المواد، بس اهم حاجه ان انت تنسخها ايه كقيم. طبعا انا هسيب لك رابط تحميل الملفات دي كلها في الوصف اسفل الفيديو، هحطها لك في ملف مضغوط وهحطها لك كلها كده كل رابط لوحده. ولو انت عوزت اي حاجه او في اي حاجه مش فاهمها اكتب لي في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليك على طول. شكرا ليكم، كان معكم اخيكم مستر عيد سالم.